السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعين قناة تجاربي. يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. جاتكم اليوم بوصفة جديدة اللي هي وصفة المكرونة المبكبكة الليبية بالحم الراس. الوصفة هذه تعتبر من الوصفات العريقة والمعروفة هلبة في ليبيا. أول خلينا نخش في مكونات الوصفة باش ما نعطلش عليكم. طبعا وصفتنا اليوم من يديات زوجي، ربي يحفظه ويرعاه ويحفظ لكم أزواجكم وعائلاتكم. أول حاجة خدينا راس من البصل كان حجمه متوسط وقرضناه مكعبات صغيرة بهذا الشكل زي ما قاعدين تشوفوا في الفيديو. وهنا حنحطها في طنجرة فيها زيت نباتي، ومعها ملح. الملح كان عبارة على نص ملعقة كبيرة من الملح. حنحط فيهم بعد ما سخن الزيت حنحط البصل. البصل هنا حنخليه يتقلى ويتحمر، وبعدين حنحط باقي التوابل. طبعا هنا زي ما قاعدين تشوفوا في الفيديو ان البصل اتحمر معانا، وحنحط عليه الطماطم المعجون. حطيت كمية ملعقتين كبار من طماطم المعجون، بحكم ان الكمية كانت صغيرة يعني مش كبيرة هلبة، فكل واحد على حسب عيلته يحط الطماطم. واهم حاجة، اهم نقطة انك تركزوا فيها ان الطماطم ما يكونش من النوعية المركزة هلبة، يكون كويس يعني بالنسبة للونها والحميرة متاعها يكون جودته كويسة. حطيت عليه نص ملعقة من الفلفل الأحمر، ونص ملعقة من البزار. هي حلاوة المبكبكة بصفة عامة سواء كانت بالحم الراس أو بالحم العادي، حلاوتها تجي حارة وناشطة خصوصا في فصل الشتاء. هيك لما تتكل تكون أحلى بهلبة، وانتوا تقدروا تتحكموا في حروريتها. طبعا الملح احنا ضايفينه من الاول، ولكن فما ضفتش توا. احنا قاعدين نضيفه في المية تدريجيا. المية تكون سخونة باش ان لما نحطوها مسقعة هنا الطماطم هيعطينا حموضة بزيادة. فنحط المية سخونة باش المكونات كلها تتحرك مع بعضها وتندمج، ونخلوهم هيك شوية على النار حتى ان هما يتشكشكوا مع بعض. بالنسبة للإضافات اللي حنضيفها، كل واحد وحسب رغبته في هذه الإضافات. حنضيفوا الفلفل الأخضر الحار. طبعا الفلفل ما تكتروش، اللي عندهم صغار وهيك لكن حلاوتها هي تجي ناشطة. حنحطوا بصل كبير هيك حنخلوه عليه كبرى حتى يعطينا النكهة، والبطاطا والحمص كل واحد على حسب رغبته. وهذا اللحم الراس زي ما تشوفوا قدامكم في الفيديو، طبعا نضيف مغسول ومسلخ. هنا رجعنا للطنجرة متاعنا، زودنا مية. بعد ما شفنا ان المكونات اندمجت مع بعض وتسبكوا كويس مع بعض حطينا المية. هنا نحطوا لها نحركوها تحريكة بسيطة، وبعدين باش نضيفوا المكونات متاعنا. أول إضافة حنضيفوها اللي هي لحم الراس، بحكم إن هو ياخد فيه كمية أو عفوا وقت طويل في التطيب، فنحطه هو الأول. زي ما قلت لكم يكون نضيف مغسول ومسلخ. نصفوه كويس من المية ونحطوه. للناس اللي ما تاكلش فيه جربوه بهذه الوصفة، أنا متأكدة إن هو حيعجبكم. أنا واحدة من الناس اللي ما كنتش ناكل فيه، لكن لما ذقت المرة هذه حرفيا يعني عجبني هلبة وأدمنته. فنتمنى إنكم تجربوا الوصفة وتشاركوني بتعليقاتكم. هنا أنا قاعدة نضيف المنكهات بعد ما حطيت الحم الراس. حنحط الفلفل الأخضر. الفلفل هنا كان حار، اللي ما يبيش حار يقلل من الفلفل الأحمر، أو إنه هو ما يحطش فلفل أخضر. كل واحد على حسب رغبته وكيف يحبها، كيف يحب حروريتها. وهنا قاعدة نضيف في الإضافات متاعتي اللي هي الحمص الفلفل. حطيت البصل. حنحط هنا البطاطا. البطاطا زي ما تشوفوا مديرينها كبيرة شوية، لأن احنا حطيناها من الأول لما بعد ما المكرونة متاعتنا تطيب، واضحة يعني ما تكونش مهروسة.
نبو شكلها واضح يكون في الصحن. هنا بعد ما المرقة متاعتي غلت وفاحت صنتها واللحم متاعنا طاب، هنا حنصفوا اللحم الراس متاعنا حنطلعوه زي ما قاعدين تشوفوا. احنا هنا بعد ما صفينا كل الكمية متاع اللحم متاعنا حنضيفوا المكرونة. المكرونة حلاوتها بأن تكون كل واحد على حسب رغبته، في اللي يحبها غرز، في اللي يحبها من سباجيتي، لكن اليوم احنا درناها بأن الحجم المتوسط. العلبة هذه كانت 500 جرام، بحكم ان احنا الكمية كانت صغيرة اكيد ما درناهاش كلها. كل واحد يضيف على حسب الكمية متاعت المكرونة. زدنا هنا مية سخونة، نحركوها شوية ونشوفوا مقدار المية إنه هو مناسب، وما نقعدوش نضيفوها كل شوية مية حتى إن هي التوابل متاعها ما تريحش ونكهتها تضيع. هنا بمجرد ما المية بدت تغلي حنضيف المكرونة متاعنا. هنا ضفت تقريبا نص الكيسة. ونحركه ونشوفه كل شوية هل إذا كانت تبي إضافة أو لا. أهم حاجة يكون مستوى المرقة متاعنا أعلى من مستوى المكرونة، حتى إن هي ما تجيش نية أو تجينا مش جارية، لأن حلاوتها تكون جارية سخينة ومحرحرة. هنا نضيفوا نكملوا باقي الإضافات. ضفنا الفلفل الأخضر، حنغطيها ونوطوا النار نخلوها تقريبا من 8 ل10 أو 12 دقيقة حتى إن المكرونة متاعنا تتفتح، أو إن هي تكون يعني خدت وقت الطياب متاعها المناسب. أكيد تلقوا العبوة مكتوب عليها كل نوعية مكرونة قداش تستحق من الطياب. أهم حاجة متقعدوش حركوها كل شوية باش إن هي متلصقش في قعر الطنجرة أو في الطنجرة من تحت. هنا رديت اللحم الراس بعد ما صفيناه نردوه على المكرونة، وهي المكرونة هنا قاعدة تقريبا شبه طياب أو قريب الطيب. هنا حنغطوها حتى إن اللحم يسخن. وهنا بعد ما تأكدنا إن مكرونتنا طابت 100% والنار أكيد هادية جدا، هنا خلاص الوصفة ولت جاهزة. حنسكبها في الصحن التقديم متاعنا. هنا خلاص زي ما انتوا قاعدين تشوفوا الوصفة تميناها. هذه طريقتنا اليوم، ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم نالت رضاكم. منعرفش علاش ديما مكرونة الرجالة تكون احلى بهلبة من مكرونة النسوين. فيلا اللي هناك عندها راجلها او اخوها تقول لي يخش المطبخ ويدير لها المكرونة. وبهذه الطريقة ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوا الوصفة اليوم. نتمنى انكم ما تنسونيش من الاشتراك لو اول مرة تشوفوا قناتي، وتديروا لي تدعموني في التعليقات وبلايكاتكم وباشتراكاتكم.
ومشاركتكم الفيديو مع عائلاتكم، ودمتم في حفظ الله.